في الفيديو ده هكلمك عن الموبايل اللي عامل ضجة في السوق، الموبايل اللي هتلاقي اعلاناته مغرقة كل حتة قدامك، في يوتيوب، في الفيسبوك، في التيك توك، في الشارع، في بيتك، في أوضة نومك، وشوية كمان وهتحلم بيه. الموبايل اللي بيتم الترويج ليه من بعض الناس اللي بيدعوا انهم مراجعين على انه ماكس في كل حاجة، واللي انا مش عارف بصراحة هو ماكس في ايه بالظبط، بس تصدق فعلا هما معاهم حق، هو ماكس. بالعكس، عندنا النهارده فيديو مراجعة الهواوي نوفا 15 ماكس، العيوب فيه ماكس. بس قبل ما نبدأ، شكرا جدا على كل التعليقات الجميلة دي، ويلا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك في فيديو مراجعة جديد للهواوي نوفا 15 ماكس يا غالي. وليا على الموبايل ده 32 عيب، 32 حاجة ما عجبتنيش، وأوعدك إنها مش هتعجبك لو لا قدر الله بتفكر تشتري الموبايل ده. دوس لايك، ولو أول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. وشكرا جدا على ال1000 مشترك، وبإذن الله قريب هعمل جيف أواي، لكن لما نيجي لموضوع الجيف أواي هبقى أقول لكم على الشروط في فيديو تاني لأني لسه ما جهزتش حاجة. ونبدأ على السريع. تصميم الموبايل بيجي بظهر وفريم بلاستيك، والظهر سادة تماما مع دايرة كاميرات عملاقة واللي بتضم كاميرا واحدة. والله يا غالي، كاميرا واحده وبارك الله فيما رزق. ما علينا، لسه قسم العيوب فيه مصايب. الظهر والفريم بلاستيك، والموبايل بيجي بثلاث الوان، ذهبي ولبني واسود. من على اليمين عندك زرار الباور واللي فيه بصمه وادائها جيد جدا، وزرار الصوت. من تحت عندك السماعه ومدخل الشحن تايب سي ودرج الشريحه والمايك. ومن فوق عندك السماعه الثانيه ومستشعر الاي ار بلس. على الشمال عندك زرار اضافي تقدر تخصصه زي ما تحب. وسمك الموبايل 8 مللي مع وزن 232 جرام، مقاوم للصدمات ومقاوم لرذاذ الميه بشهاده اي بي 65. معدن. على كده نطلع من التصميم. شاشة الموبايل بتيجي من نوع اوليد بحجم 6.84 بوصة بدقة 1.5 كي مع كثافة بكسلات 444 بي بي اي. وبصراحة الشاشة هنا ممتازة. الشاشة هنا نقطة القوة الوحيدة في الموبايل ده. تردد الشاشة 120 هرتز مع معدل وميض جيد 2160 هرتز. سطوع الشاشة بيوصل ل 4000 شمعة، واللي كالعادة بيكون 1200 شمعة تقريبا تحت اشعة الشمس المباشرة، يعني ما بين 1200 1300 في الحدود دي. وده سطوع ممتاز عموما. هتاخد تجربه ممتازه من الشاشه دي، خصوصا انها اوليد، الوانها مشبعه، والاوليد عموما احسن من شاشات الاموليد في الالوان. بس ده ما يمنعش ان الشاشه فيها عيوب هنقولها في قسم العيوب. والشاشه هتاخد جيد جدا. الموبايل جاي بمعالج من هواوي الكيرن 8000 بتردد بيوصل ل 2.4 جيجا هرتز وبدقه تصنيع 7 نانومتر. والمعالج الرسومي من نوع مالي جي 610 ام بي 4. اداء الموبايل في المهام اليوميه الخفيفه او المتوسطه ما بين جيد لجيد جدا. وعشان تبقى فاهم، المعالج ده نفسه قوه الدايمنسيتي 700 الموجود في الانفينكس نوت ايدج، وهو نفسه برضو الموجود في الاونر 600 لايت، واللي هيديلك في بابجي حوالي 60 فريم، لكن غالبا هيكونوا مش مستقرين، يعني ممكن ينزلوا من 60 ل 40 في الحدود دي، لان المعالج مش مدعوم كفايه. لكن في الاستخدام العادي هيبقى جيد جدا. والموبايل محقق حوالي 800 الف نقطه على برنامج انتوتو سكور، والاداء ياخد جيد. الموبايل بيتوفر بنسخه واحده من المساحه، وهي 256 جيجا و8 رام، والرامات من نوع LPDDR4X. مش متاكد من نوع الذاكره، بس على ما اظن انها يو اف اس 2.2. بطاريه الموبايل كبيره جدا، بتيجي بحجم 8500 ملي امبير، وبتدعم الشحن السريع بقدره 40 واط، وبتدعم الشحن العكسي بقدره 5 واط، يعني تقدر تشحن اي جهاز من الموبايل ده. والبطاريه من نوع سيليكون كربون. البطاريه كبيره وممتازه، وهتكفي معاك اليوم او يومين على حسب استخدامك. والبطاريه تاخد جيد جدا. الموبايل جاي بكاميرا واحده في الظهر بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.9 مع مستشعر محدش يعرفه غير شركه هواوي بحجم 64 بوصه. بحثت عن اسم المستشعر وما لقيتهوش، هو سر حربي تقريبا. وعندك عدسه مساعده رامينها لك في الظهر كده جنب العدسه الاساسيه للديكور تقريبا. خد عدسه ثانيه اهو، تنيل اشبع بيها اهو. والكاميرا السيلفي بدقه 8 ميجا بكسل وبفتحه عدسه اف 2.0. والكاميرا الخلفيه هتطلع لك صور مقبوله، التفاصيل والالوان جيده، والدايناميك رينج مقبول وتقدر تقول جيد. وفي الليل نفس الكلام. واحمد ربنا ان الموبايل ده بيطلع الصور كده اصلا. الموبايل جاي بصوت ستيريو وجوده الصوت جيده. شبكات الموبايل ممتازه كعاده هواوي، هي اصلا شركه اتصالات. والموبايل بيدعم واي فاي 6 و7، ودي حاجه ممتازه. وبيدعم خاصيه الدول باند وبلوتوث 5.2. والموبايل بيشيل شريحتين اتصال NFC اي ار بلاستر وجيروسكوب وبوصله. بالنسبه لمحتويات العلبه، فبيجي فيها الموبايل محطوط عليه سكرينه بشكل مسبق من الشركه، وراس الشاحن بقدره 40 واط، وسلك الشحن من تايب A لتايب C، ودبوس الشريحه، واخيرا وليس اخرا كتيب التعليمات. دوس لايك قبل ما نخش في العيوب عشان
عشان العيوب النهارده تقيله شويه، لا تقيله قوي، واشترك مش محتاج اقول لك يعني، احنا كبار على الكلام ده. العيوب تقيله وبعون الله في اليوتيوب كله عربي واجنبي محدش هيقول لك عليهم. الموبايل بلاستيك بالكامل، موبايل كسر ال 20000 وبلاستيك، والموبايل وزنه تقيل 232 جرام، لو حطيته في جيبك احتمال ياخد البنطلون وينزل، ولو ماسكه وانت نايم ووقع على وشك الله يرحمك. وانا مش عارف ليه بصراحه كل الوزن ده، وما تقوليش عشان البطاريه، امال هم اخترعوا بطاريات السيليكون كربون ليه؟ عندك مثلا موبايل زي الاونر وين ار تي بطاريته 10000 ملي امبير وفي مروحه ووزنه اخف من الهواوي. الفرق مش كبير حوالي 6 جرام، بس حط في بالك ان الاونر ظهره ازاز وبطاريته 10000 ملي امبير وفي مروحه، فالوزن ده كله انا مش لاقي له تبرير بصراحه. انا مش بقارن لك بينهم، ده اصلا فئه سعريه وده فئه سعريه تاني خالص، بس عشان التدليس اللي بيحصل في الاعلانات. حمايه ضد الميه ضعيفه، اي بي 65 مش 68. اي موبايل من اي شركه لسه طالعه امبارح بنص سعره في كل انواع الحمايه، ضد الميه، ضد التراب، ضد النار، ضد الكهرباء، ضد كل حاجه. البصمه على زرار الباور مش عمليه لانها من ناحيه واحده، فلو ماسك الموبايل بايدك الشمال هيكون صعب تفتحه. احسن بصمه اللي بتكون في الشاشه. بروز الكاميرات عالي قوي، واللي هو ما تفهمش ليه، يعني اصلا مفيش سيت اب كاميرات زي العالم والناس، وعامل لك بروز كاميرات الشاومي 17 الترا، مفيش مدخل 3.5 مللي ومفيش مكان لكارت ميموري، مفيش دولبي فيجن في الشاشه، والحافه السفليه للشاشه كبيره نوعا ما. الموبايل ده من ناحيه الاداء اقل من اي موبايل في فئته السعريه او حتى الاقل منه. المعالج اللي هنا مش مكانه خالص، الفئه دي كان اخره بالكتير قوي 15000. فاكر فيديو ترشيحات في الجزء الاول لما قلت لك ومش متخيل ان يبقى في حد عاقل يروح يشتري موبايل معدي 18000 شايل معالج 6 جين 1؟ اهو المعالج ده تقريبا نفس اداء ال 6 جين 1 اللي هو انا بقول لك ابعد عنه عشان ب 18000، هنا معدي ال 20000، وهو بيشغل ببجي 60 فريم لكنهم مش مستقرين اغلب الوقت، والمفروض في الفئه دي ما تاخدش اقل من 90 فريم ثابتين، و800000 نقطه ده رقم قليل. معماريه المعالج قديمه 7 نانومتر، وبالمناسبه المعماريه كل ما الرقم بيعلى كل ما استهلاك الطاقه بيكون اعلى، يعني استهلاك ال7 نانو اعلى من استهلاك ال4 نانو وال6 نانو. وده ياخدنا للبطاريه. مع المعالج ده ممكن تعتبر ان البطاريه هنا 7500 ملي امبير لان استهلاك المعالج هنا اعلى، واعمل حسابك في مده شحن ما تقلش عن ساعه ونص كحد ادنى. سرعه شحن 40 واط بنقول عليها بطيئه مع البطاريات ال 5000 مش ال 8.5. مفيش اي سيم، مفيش مستشعر مكالمات حقيقي، مفيش 5G، والكارثه اللي تزعلك بقى واللي محدش اتكلم عنها، السوفت وير اللي نازل بيه البي ده هو واجهه هواوي الاي ام يو اي 14.2. الواجهه دي مبنيه على اندرويد 12، الموبايل نازل لك باندرويد 12 في 2026. لا حول ولا قوة الا بالله. اندرويد عدى عليه اكتر من 4 سنين، الجهاز نازل من غير تحديثات اصلا، يعني كبيره سنة سنتين وهترميه في الزبالة. وعشان تكون فاهم انا بتكلم عن اصدار اندرويد، لكن اي تحديثات هتوصلك هتكون للواجهة، لكن الاندرويد هيفضل 12 مش هيتحدث، وده هيسبب لك مشاكل كتير مستقبلا هنتكلم عنها في العيب اللي جاي. الموبايل مش داعم لخدمات جوجل، طبعا مش محتاج اقولها لك دي، بس بيتروج للموبايل ده انك تقدر تنزل برامج جوجل من جي بوكس وتحمل وتعيش حياتك ومعرفش ايه. واكيد سمعت كتير جملة انك تقدر تستخدم برامج البنوك عادي وانستا باي وفودافون كاش وكل الكلام ده. شغالين، ما عنديش مشكلة في الكلام ده، بس هل تضمن انهم يفضلوا شغالين؟ لا. هل في الضمان الشركة بتضمن لك انهم يفضلوا شغالين؟ لا. في اي وقت ممكن تلاقيهم قفلوا ومش شغالين وما تقدرش تحول او تستقبل او اي حاجه. عادي جدا. حضرتك مش واخد ضمان من شركه هواوي ان البرامج دي تفضل شغاله معاك، انت واخد ضمان على الموبايل نفسه ضد عيوب التصنيع يعني. وحتى لو البرامج دي فضلت شغاله ممكن مع التحديثات تتوقف لان الموبايل مش هيوصل له تحديثات اصلا. وما تقنعنيش انك هتقعد مع الموبايل ده 5 أو 6 سنين، لو كمل سنه يبقى كتر الف خيره، ده لو انت استحملته يعني. وهسيب لك فيديو الاستاذ عمر بكر في الوصف او في اول تعليق عشان هو اتكلم بالتفصيل اكتر عن موضوع خدمات جوجل. اصدار بلوتوث قديم 5.2، الموبايل مش بيدعم كوديك LHDC، بيدعم كوديك هواوي بس اللي اسمه L2HC. لو عندك سماعه بلوتوث بتدعم الكوديك ده مش هتستفيد بيه، وكوديك L2HC مش موجود في اي سماعات تاني غير هواوي. وبالمناسبه لو موبايلك بيدعم كوديك LHDC غالبا لازم تفعله من اعدادات المطور لانه ما بيكونش متفعل. مفيش كاميرا تيليفوتو ولا ماكرو ولا الترا وايد ولا حتى عزل ولا اي مفيش تثبيت
في الكاميرا الخلفيه لا بصري ولا الكتروني، ونفس الكلام في السيلفي. في بهتان في الصور بالكاميرا الخلفيه والصوره ناعمه، واقل زوم هتعمله هتشوف بكسلات. وكما قال الشاعر الكاميرات هنا بتطلع صور حلوه لو مش هتعمل زوم، طبعا عشان ما تشوفش البكسلات. دايناميك رينج ضعيف، وخدها قاعده لو عدد الكاميرات نفسه ضعيف، السوفت وير والاي اي لو اتشقلبوا كده في الموبايل مش هيطلعوا لك صوره بجوده حلوه، او مش هيطلع لك صور مظبوطه. مستحيل، اصل المصدر نفسه بتاع الصوره ضعيف، ان كان مستشعر ولا عدسات ولا معالج. والموبايل ده اعتماده الكامل في التصوير على السوفت وير، والاعتماد على السوفت وير بينتج عنه الاخطاء اللي قلتها لك دي. صوره ناعمه ودايناميك رينج ضعيف وبهتان كانك بتصور في عاصفه رمليه، او كأن الكاميرا عليها غبار مثلا. تفاصيل ضعيفه وبكسله في الصور بالكاميرا الخلفيه في الليل، والدايناميك رينج بيلسع جامد. وتصوير الفيديو في الموبايل ده كارثي، الدايناميك رينج ضايع. صورة الفيديو كلها لاسعة والاماكن الغامقة طافية. الفيديو هنا يا اما هيركز عليك او على الحاجة اللي بتصورها فينورها ويسيب اللي يلسع والصورة تولع نار، يا اما هيركز على الاماكن اللي فيها اضاءة عالية والحاجة اللي بتصورها هتبقى سودة والالوان ضعيفة. تصوير الفيديو بالمنظر البشع ده ما يطلعش من الموبايل ب 13000، ناهيك عن ان مفيش ثبات في الفيديو، وده خلى الصورة بيحصل فيها تيرنج او تقطيع، تحس الصورة بتتحرك زي الجيلي. ودي بتحصل في العدستين الخلفية والامامية. خد الكلام اللي قلته عن تصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية حطه على تصوير الفيديو السيلفي واضربه في 2 ولا 3 مثلا، وضيف عليهم انعكاسات ضوء من العدسة السيلفي، والالوان ضعيفة. حقيقي ده احقر سيت اب كاميرات شفته في حياتي. مفيش تصوير فيديو 60 فريم ولا حتى مع ال 1080 بكسل. جودة الصوت ما عجبتنيش في الموبايل، اقل من باقي المنافسين. مفيش دولبي اتموس. تسعير الموبايل مبالغ فيه جدا، الموبايل اقل من اقل موبايل في نفس فئته السعرية، ولو دخل في مقارنة مع اي موبايل وان كان من انفينكس هيحط عليه. سعر الموبايل للنسخة 256 جيجا و8 رام ب 22000 جنيه ضمان محلي. واقول لك رأيي في الجهاز. موبايل نوفا 15 ماكس جاي يقدم الكثير والكثير من القيمة مقابل ضحك، حرفيا دي اكتر حاجة ابدع فيها الموبايل ده. الموبايلات الهاي كوبي اللي بتلاقيها على قناة حبيشة والاسطورة بتقدم قيمة مقابل سعر اعلى من الموبايل ده. الحاجة الوحيدة اللي فعلا بتميز الموبايل ده هي الشاشة هنا ممتازة، ومن رأيي كانوا ضربوا حجمها في 3 وكانت تبقى احسن شاشة 24 بوصة 120 هرتز اوليد، كنت هبقى اول الناس اللي تشتريها. وموضوع انك تقارنه بالاي 57 من سامسونج وتحاول تقنعني ان ده احسن منه، هو حضرتك بتعمل ايه؟ لا بجد حضرتك بتعمل ايه؟ ده اسمه مش دعاية. وفي رأيي الشخصي فلوسك حرام لو هتكسبها من دعاية مضللة زي كده وتكسب فلوس على قفا الناس. والموبايل ده هياخد من 10. الموبايل ده فكرني بالدعاية اللي كانت على ريلمي 14 برو بلس وكانوا بيقارنوه باس 24 الترا، اللي هو حاجة كده قمة العبث. انت بتقارن ايه بايه؟ فئة متوسطة مع فلاج شيب، ومع مين؟ مع اس 24 الترا. لا والغريبة انهم دايما لما بيحبوا يعملوا دعاية لموبايل ما بيقارنوه بسامسونج، بياخدوا سامسونج كمرجع. الوحش اللي هو ده لو انت مش واخد بالك بيعلي سامسونج اصلا. انا لو مكان سامسونج هشكرهم على المقارنات دي. انا ما عنديش مشكله انك تعمل اعلان لشركه او تكون بتفضل او بتحب شركه معينه، بس ما يبقاش على قفا الناس. ما تنزلش الدعايه على انها مراجعه والشخص قليل الخبره هو اللي يلبس. وما ينفعش تقارنه بجهاز تاني انت نفسك عارف انه لو اتحط معاه في مقارنه. الاعلام مش كده خالص على فكره. ابعد عن الموبايل ده، ولو كنت اشتريته حاول تخلص منه او ترجعه. ودي اول مره في حياتي اقولها على موبايل. في العادي بقولك لو كنت اشتريته اتهنى بيه، لكن مع الموبايل ده لا، فلوسك حرام تضيع في جهاز زي ده. دوس لايك، ولو اول مره تشوفني اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد، وتابعني على كل المنصات دي، هسيب لك الروابط كلها في الوصف. اشوفك الفيديو الجاي، سلام. هو من امتى قوة الأداء بقت بتتقاس بمساحة التخزين والرامات؟ معالج واخد أجازة ولا إيه؟ بصراحة كان نفسي الموبايل ده يبقى معايا، كنت أطلع لك عيوب ضعف اللي أنا طلعته من النهاردة. بس يلا، حصل خير.